البارجة والنصف بتوقيت البحر الأحمر. السلام عليكم. إليكم هذا الخبر العاجل. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، والآن مع نشرة أحوال الطقس الجوية. دمتم في رعاية الله. شكرا لك الزميل معاذ من الاستوديو. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في نشرة أحوال الطقس. في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الجو بايدن كاذب كليا ودجال كليا، حيث تقول مصادر أنه لا يوجد إبادة جماعية في غزة، بينما عدد الضحايا حوالي 30,000 شهيد من بداية طوفان الأقصى بسبب الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، ودرجة الإبادة في تزايد مستمر، والوضع مأساوي كليا هناك. وأيضا هنا في الجانب الآخر في المملكة العربية السعودية، تقول نشرة أحوال الرقص الجوية أن الجو رقص وأنس وفهنة وترفيه في السعودية كليا على أوجاع ومعاناة أخواننا في غزة. وفي الجانب الآخر تؤكد نشرة أحوال الحريوة، قصدي أحوال الطقس، أنه في البحرين ما في ما يكلف والله. في البحرين أنا بقول خطي صاحب وايت في طائف الماء غرقت البحرين، ومنها صدق تشي تشارك في الحرب على اليمن وتشي تبع اللازة ياي قري، وضحك لك للبحرين توريك حمرة سلمان. أما في مصر الجو طافي، مساء الخير الوللل. أما في الأردن الجو الشعب حر جزئيا، والنظام خائن كما تشاهدون كليا، حرام ما فيهم واحد رجال النظام. أما في لبنان الجو ملبد بالغيوم، ونسبة الرؤية منخفضة بسبب الضربات التي يوجهها حزب الله للعدو الصهيوني. أما في البحر الأحمر ارتفاع درجة الحرارة بسبب منع مرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الكيان الصهيوني، مما أدى مثل ما تشاهدون إلى هطول دموع أمريكية وبريطانية ويهودية. وصلنا إلى ختام نشرة هذا اليوم. خاطركم أسير صاحب الطقس مريع لي خارج. دمتم في رعاية الله.